عودة إليكم أعزائنا المستمعين في مساء الدوحة، وننتقل في أوقات ممتعة إلى زميلنا حسين الكثيري نشوفه هو وين وش قاعد يسوي. يا هلا مرحبا فيك يا حسين، أنت وين يا حسين؟ وإذا مكان في أكل أو شراب لا تنسى صديقتك اللي قاعدة في الاستديو، لأن تعرف هالأشياء عزيزة وغالية. المايك عندك يا حسين. لا ما راح ننساكم أكيد. يا هلا وغلا فيكم، مساكم الله بكل خير ومحبة أخوي أحمد، أختي تماظر، أنت وكل مستمعين الكرام مستمعي أثير إذاعة قطر. متواجد حاليا في مركز الإبداع الثقافي. ينظم اليوم مركز الإبداع الثقافي التابع لوزارة الثقافة والرياضة دورة بعنوان الخط العربي اللي يطرحها الأستاذ الخطاط يوسف حسان. تطرح الدورة مبادئ الخطوط العربية وفنون كتابتها وزخارفها وتشكيلاتها. للتعرف أكثر عن هذه الدورة وعن أهدافها ومخرجاتها معنا الأستاذ الخطاط يوسف حسان مقدم هذه الدورة. مساك الله بالخير. يا مرحبا. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. العفو أخوي. بالبداية كلمني عن هذه الدورة اللي تقدمها. أولا هذه الدورة للمرة الثالثة نقدمها في مركز الإبداع الثقافي الحمد لله، وتلاقي رواجا وقبولا بين فئات المستهدفة بشكل عام من عمر 16 سنة فما فوق. بداية نعطي فكرة عامة عن الخط العربي وأنواعه، ثم نعطي المشاركين الأكارم فكرة عن تشكيل حروف اللغة العربية بعيدا عن تعقيدات الخط العربي الاحترافي. فنحن نبسط لهم فكرة تحسين الخط بالقلم العادي بحيث يستطيعوا أن يكتبوا بخط واضح ومقروء وجميل بنفس الوقت. جميل. وفعلا هذه أيضا نشوف بأن في مشكلة كبيرة عند ناس أيضا كبار بالعمر، ولكن ما زالت خطوطهم خطوط رديئة أقدر أقول. مثل هذه المشكلة، إيش هي المشكلة الأساسية فيها وشلون إحنا ممكن نعالجها؟ نحن نعاني من عدم وجود منهجية في كتابة الحروف العربية. فمثلا اللغات الأخرى نجد مثل الإنجليزية يوجد منهجية واضحة في طريقة كتابة الحروف، مثلا أين يبدأ الحرف وأين ينتهي والأشكال التي تتشكل منها الحروف. باللغة العربية يوجد فقط لدينا الخط العربي، فمن أراد أن يكتب بخط جميل يجب أن يتعود أو يتدرب بشكل احترافي على الخط العربي، بينما نحتاج إلى منهجية، وهذا ما قمنا به الحمد لله مع مراكز عدة في قطر تابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحيث نقوم بطرح منهج جديد لكتابة الحروف العربية يدمج بين الحداثة وبين الأصالة. فنحن نقوم بتدريب على كتابة الحروف العربية بشكل واضح متماشية مع قواعد الخط العربي الأصيل، بما يعني يكون سهل تعلمه على الصغير وعلى الكبير. فنحن نفصل الحروف إلى أشكال هندسية منحنيات، فعند إتقان الشكل الهندسي نقوم بتدريبه على 6 حروف فقط. من هذه ال6 حروف يبدأ تشكيل باقي الحروف جميعها وحتى الكلمات. فهو باختصار يستطيع من خلال الأشكال الهندسية تركيب الحروف العربية بشكل جميل ومنسق ضمن قواعد الخط العربي. جميل جدا. أيضا هذه من الملاحظات اللي شفتها بأن فعلا الكبار والصغار حاضرين للدورة اليوم، وهذا شيء جميل. أستاذي لو تكلمنا عن أهداف هذه الدورة، الأهداف الرئيسية اللي وضعت لأجلها هذه الدورة. أهم شيء أول شيء أنه نحن نعطي مقدمة عن أنواع الخطوط العربية. كلنا نسمع بالخط الكوفي وخط النسخ وخط الرقعة وخط الديواني، ولكن إذا وضعت أمامنا عدة لوحات بخطوط مختلفة صعب أن نفرق بينها. ففي البداية نعطي فكرة عن أنواع الخطوط العربية ونشأتها، ثم نفصل بشكل خاص كيفية كتابة الحروف بالقلم العادي. يعني عندما أنا أتعلم قواعد خط الرقعة كيف أطبقها بشكل مباشر في حياتي، فنقوم بإعادة تشكيل صورة الحرف في ذهن الطالب. يعني حرف الباء مثلا يكون منحني من الأسفل، فأنا أمسح الصورة الذهنية عندما يكون مستقيم مثلا ليركز عليه أن الحرف الباء عبارة عن منحني من الأسفل. فبالتدريج مرة عن مرة يتشكل صورة ذهنية عند الطالب ويكتب حرف الباء بشكل جميل طبقا لقواعد الخط العربي. بهذه الخطوات نحن نستطيع أن نفكك جميع الحروف ونعيد تركيبها بحيث أنه يمسح الصورة الذهنية الخاطئة التي تعلمها في الصغر ويبني صورة ذهنية جديدة طبقا لقواعد الخط العربي بشكل بسيط ومسهل دون الدخول في تعقيدات احتراف
فن الخط العربي كفن من الفنون العالمية المعترف فيها على مستوى العالم. جميل جميل أستاذي. كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا ومستمعاتي لإذاعة قطر. أول سؤال أسأله على الطلاب: ما هي توقعاتكم من هذه الدورة؟ فتأتي نسبة التوقعات ضئيلة جدا، فممكن يقول 20%، 25%، لا تتعدى 40%. ولكن بعد 3 ساعات من التدريب المبسط بعد تفكيك القواعد الخط، أستطيع بفضل الله مسح الصورة الذهنية أو الفكرة السائدة أن تعلم الخط العربي صعب. يعني مثلا يجي إنسان ويقول يحتاج، عنده الصورة الذهنية أنه يحتاج إلى 3 أو 4 شهور لإتقان الخط العربي حتى يصبح يكتب بخط جميل ومقروء ومفهوم. وأنا أقول له أن يستطيع أن نعمل سويا للكتابة بخط جميل في 2 ساعات فقط. فتكون المفاجأة عندما يجد الطريقة السهلة في التدريب على الخط العربي ويتقن، يجد نفسه خلال 2 ساعات أتقن وتحسن خطه بنسبة 90%. تمسح الصورة الذهنية المتواجدة أن تعلم الخط العربي صعب. فهذه أهم هدف من هذه الدورة، وأن نقدمها خلال 3 ساعات بحيث أن ننسف الفكرة أن الخط العربي هو خط معقد وأن الإنسان صعب أن يكتب بخط جميل. بالعكس، احتراف الخط العربي يحتاج إلى وقت طويل وتدريب، ولكن أن نكتب بخط جميل طبقا لقواعد الخط العربي يمكن أن يكون بشكل بسيط ومنهجية بسيطة من خلال تفكيك الحروف إلى أشكال وإعادة تركيبها مرة أخرى طبقا لقواعد الخط العربي. شكرا لك أستاذي يوسف حسان، ما قصرت، يعطيك العافية. أيضا دعوة لكل مستمعين الكرام الاستفادة من مثل هذه الدورات اللي يطرحها مركز الإبداع الثقافي. مثل ما نعرف يسعى مركز الإبداع الثقافي لتوفير دورات تدريبية ورش عمل لتحفيز الشباب على الإبداع وتطوير قدراتهم في جميع المجالات. نتمنى لكل المتواجدين هنا قضاء أوقات ممتعة، وعودة لكم أخواني في الاستديو. نشكرك زميلنا حسين على هذا النقل وهذه التغطية. طبعا يعطيهم العافية الإبداع الثقافي على مثل هذه الورش. ما أدري كانهم يا بوطاري ناس أعرفهم لما قالوا خطوط رديئة. شو أخبارك أحمد؟ ما عندي تعليق. يعطيك العافية يا حسين. الله يعافيك. يا سارق